يا مغرب، مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا على شاد اف ام. نقاشنا هذا الصباح معكم على العيد ديال الاضحى، العيد الاضحى والاضحيه والاسعار اللي مرتفعه كيف ما سمعنا في التقرير دابا ديال اميمه. الزيادات اللي كاينه ولا الارتفاع والغلاء اللي كاين في الاضاحي هذا العام كيناهز 2000 درهم مقارنه مع العام اللي فات. يعني مثلا الحولي اللي كان 3000 درهم ذاك العام، هذا العام ممكن يوصل ل 5000 درهم وممكن اكثر. انتوما شنو رايكم؟ واش غتعيدوا ولا لا؟ شنو هي الميزانيه المعقوله والمقبوله؟ ولماذا التشبث باضحيه العيد كوحده من الطقوس الاجتماعيه والتقاليد المغربيه كما نمارسها؟ لا أقول بأنها ليست سنة، هي سنة وسنة حميدة وواجبة ومهمة، ولكن أقول عن طريقة العيد كما نمارسها نحن. وبالنسبة لكم كيفاش خاص نمارسوا السنة ديال أضحية العيد؟ النقاش مفتوح معكم. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. غنبداو من مدينة وزان. معنا السي عبد السلام. صباح الخير. صباح الخير سي كريم. اهلا مرحبا. كيف الحال؟ كل شيء بخير الحمد لله، وانت بخير؟ تحيه لك. الله يعزك اخي كريم. تحيه لك والسي هشام. مرحبا. والشدا مرحبا. حقيقه غادي نمشيو اولا للدين الاسلامي. الدين كيقول لك سنه مؤكده، كاين الفرض وكاين السنه المؤكده وكاين السنه نقدوا نقولوا عاديه. فهذه سنه والناس كتجري وكتذكر، وكاين شي حوايج اللي ما كدارش وهي فرض وما كيديروهاش الناس. ما غنقول لا زايد ولا حمر. ثانيا الاداره، ما نقولش الدوله راه الناس غالطين. كيقول لنا الدوله هي اقليم، حكم سياسي وشعب هي الدوله. هذه الحكومه، ومن خلال الحكومه كاين الاداره. الحكومه هي واحد المجلس كبير فيها واحد مجموعه الاشخاص اللي كيبرزوا وكيخرجوا من الصنادق ديال الاقتراع بطريقه او اخرى، وكيوليو الانسان كيتحكموا في الادارات. فالاداره العموميه شنو الدور ديالها الان؟ كتشوف الغلاء فاحش منذ 5 سنين و 4 سنين، الغلاء الفاحش، وبنادم كيقرر يزيد بلا ما ياخذ لا استفتاء لا مشاوره. بنادم عنده خاتم سليمان في جيب يدو، كيدور الخاتم وكيصدر القرار. نزيد بحال دابا الدول كلها كتسمع بان المغرب زاد 10 دراهم ديال البوطه، والناس الناس كتقولوا بالدارجه كتبكي على هاد 10 دراهم، والاداره زادت 10 دراهم. الدوله بعيده، الدوله هي حكم سياسي واقليم. الاداره وزاره من الوزارات اللي كيتحكم فيهم شخص واحد، هذه الادارات. ومن كيجي كيتكلم معنا كانه جانا من ماشي عالم غريب، ماشي من العالم ديالنا، غريب جدا. احنا مغاربه، احنا المغرب دوله قديمه اصيله جدا، وجا الاسلام وجاو جمهورية إدريس وكذا وكذا التاريخ. ولكن الان وصلنا لواحد المرحله اللي ما كانش كيتصور حتى شي مغربي يتصور يوصل لها. وصلنا لواحد المرحله كاننا حنا مسيوبين، كاننا ما عندنا عقول، ما عندنا افكار، ما عندنا ثقافه، ما عندنا شواهد، ما عندنا اصل، ما عندنا فصل. الله، اذا شنو نقولوا حنا الضعفاء؟ نقولوا اللهم هذا منكر اذا وليت الاسنده الامور غير اهليه فانتظر الساعه. وهذه الساعه اللي غنقول هي الساعه البيولوجيه. راه بنادم كيفيق الساعه. كل دوله عندها الساعه ديالها وعندها الاتموسفير ديالها، عندها الجو ديالها. هذا علم خور ديال البيئه والجو والابراج وكذا. فاحنا الدوله ديال المغرب الابراج ديالنا ما كتوافقش المخاخ ديالنا والعقل ديالنا. كل شيء تالف. علاش؟ لان واحد الفئه، غنقولوا فئه في اطار القانون ديال اللي كاين في الدستور. هذا القانون هو انه هناك احزاب وهنا اشخاص اللي كيكونوا اذكياء، عندهم امكانيات ماديه او عقليه او فكريه وكيوصلوا لذاك المقصود. ولكن ملي كيوصلوا الناس كتجري باش توصل، باش تفيد الشعب، باش تفيد الفقراء، باش تفيد المسلمين، باش تفيد المرضى، باش تفيد الاخوان. هادو ما عندهمش حتى صله بهذا الشيء. هادو الدور ديالهم الوحيد وهما الكراسه واصدار القرارات وموت انت. وهذه النتيجه اخر وحده اللي كيتذكروا عليها هما نقدر نقول انا نبالغ بزاف ونقول الملايين ديال المشاكل اللي دايره هذه الحكومه. ولكن نقول الاخير وحده هما الطلبه اللي كيرضيو فيهم، اللي كيهلكوا في الطب في المغرب، اللي كيرضي في الطب في المغرب. والزيادات اللي واحد غنزيدوا، لا بغيت نزيدوا واحد ما نزيدوش. بحال دابا المتقاعد في المغرب كلشي كيبكي على المتقاعد ما كاينش باغي يخلصوا البطاقه. شنو الانتفاضه ديالو؟ واش شي واحد عنده شي حاجه ديالو ورثها او من الاصل ديالو، او جاب مثلا لقاها في شي قمقم ديال النحاس في قاع البحر وطلعها وكيتحكم فيها،
او ولا مثلا برزها من الدم ديالو، هادشي ديال الدوله، ديال الشعب، ديال الامه. انت كتسير، انت رجل مسير، ليس بقوه تسيطر، انت لازم تبقى مسير، بل اصبحت مسيطر على اموال الشعب، مسيطر على عقول الشعب، مسيطر على اخلاق الشعب، مسيطر على حياه الشعب. وشكرا اخي كريم. شكرا لك، شكرا لك. على أي حال هو الوعي المجتمعي مهم، الأفكار تناقش، والهدف من هذا الشيء كله هو تقوية هذا الوعي الجمعي أو الجماعي في نهاية المطاف. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. العيد جاي، العيد الكبير، عيد الأضحى. نتوما شنو رأيكم؟ شنو موجدين؟ كيفاش تتعاملوا مع العيد؟ شنو هي الميزانية ديال الأضحية ديال الحولي؟ وشنو خلينا نقولوا الثمن اللي غيكون مناسب أو الميزانية اللي كتبان لكم متناسبة ومعقولة مع العيد ديال الأضحى؟ الأسعار هذا العام غادية في ارتفاع، والثمن مزايد بزاف مقارنه مع العام اللي فات. كيتكلموا المهنيين على واحد 2000 درهم مع الاقل كمعدل، ممكن تكون زايده على العام اللي فات. واخا كاين شي خبراء ثاني كيقول لك راه مع اقتراب عيد الاضحى يقدر الثمن يزيد ينقص، لانه كاين الجفاف، ما كاينش العلف، ما كاينش الكلاء، فالكسابه ما غيبغيوش يرجعوا الاغنام والاكباش ديالهم، لانهم ما غيلقاوش ما يوكلوهم وغيطلعوا لهم غاليين الا رجعوهم، ولكن في نهايه المطاف ايضا ما غيبغيش يبيع بالخساره. فانتم كيفاش غتعاملوا مع هذه المساله، وشنو كتشوفوا الطريقه المثاليه للتعامل مع العيد ومع أضحية العيد على مستوى الميزانية خصوصا؟ نمشيو لمدينة الدار البيضاء. رقمنا دائما هو 05 22 36 05 36. سي محمد صباح الخير. كنحييك اخويا كريم حضري. اهلا مرحبا بك. كنشكر الاخ مستقبل مكالمه هشام، وكنشكر الاخ اللي تكلم مرحبا. وغير واحد القضيه بغيت نعطيك واحد المعلومه اخويا كريم حضري، الله يجازيك. راه كيتصلوا بك بعض الناس. نعم. اللي خدوا 200 درهم في الانتخابات وصوتوا على المفسدين. واش عرفتيهم؟ لا عرفتهم. دابا خارجين يبررون جرائم هذه الحكومه. يقدر يكون صوت على الحكومه بلا ما ياخذ 200، ماشي كاع اللي صوت على الحكومه خدا 200 درهم، كاين اللي عاجبها الحكومه. لا كيفاش هذه الحكومه حولت حياه الشعب الى جحيم؟ لا دابا مزيان هنا نقول لك اوكي، ولكن دابا واش اي واحد كتعجبو هذه الحكومه او ما كينتقدهاش راه هو خد 200 درهم؟ لا خويا لا. شوف خاي بيان واخا. دابا عطيني رايك سي محمد في الحولي، لانه كندويو على عيد الاضحى وما كنديروش التصنيف او التقييم ديال الناس اخرين وشكون اللي مزيان وشكون اللي خايب. العيد الكبير جاي، في رايك انت سي محمد شنو هي الميزانيه المتناسبه والمعقوله اللي ربما كاسر اليوم ذات دخل معقول ومتوسط ولا محدود خاص تمشي فيها في العيد؟ قال الشاعر كم في البرد من المضحكات لكنه ضحك كالبكاء. غير نقول لك غير هذه واحد 4 سنين فاعد على 8 وفاعد بالكيران. محولين مخير كنا كناخذوا 3000 درهم، محولين مخير كنا كناخذوا 3000 درهم. دابا الحولي مشكل، يلاه زيده دابا كدير 100000 ريال. شكون الفصه تكلم على السيد؟ دابا الفصه كنا كناخذوا فاعد بالكيران ب 500 ريال، دابا ب 2400 ريال. شكون كنا كناخذوا بلاط تبن فاعد بن كيران كنا كناخذوا ب 400 ريال، دابا ب 50 درهم. لا دابا انت كتقول هادشي بحال بن كيران كان كيجيب هادشي من دارو وكيبيعوا لينا. راه كاين ظرفيه اقتصاديه وطنيه ودوليه كتحكم في هادشي، ولو كان بن كيران اليوم كان غيكون الثمن مرتفع، لانه ارتفع هاد بن كيران ما كان المازوت ب7 دراهم ولا ب 15 درهم عادي. دابا كنسولك من جديد للمره الاخيره سي محمد، ارجوك العيد بالنسبه لك كيفاش غادي تتعامل معاه؟ العيد اخويا غادي نقاطعوه لانه غالي. غتقاطع العيد. شكرا بزاف سي محمد، تبارك الله عليك. رقمنا هو 05 22 36 05 36. واش نتوما بحال محمد غادي تقاطعوا العيد وما غاديش تعيدوا هذا العام لانه العيد غيكون غالي والاضحيه غاليه، ولا بالنسبه لكم العيد هو واحد الموعد وواحد المناسبه دينيه واجتماعيه ايضا لابد من التعامل معها كيف ما كنشوفوا في غالب الاسر المغربيه، وحتى الافراد احيانا كيديروا مجهود باش انهم يوفروا الاضحيه ديال العيد حتى لو انه كان غالي ولا ما كانش عندهم موارد ماليه كافيه. رقمنا هو 05 22
36 05 36. نمشيو لمدينه الرباط. معنا لاله نوال. صباح الخير. صباح النور سيدي. اهلا. كلشي مزيان؟ الحمد لله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو لاله خطيك. مرحبا خويا لهذا الموضوع زعما تطرقتي لواحد الموضوع زوين بزاف اللي وصلتو زعما القلب الفقير بهذا المعنى هذا. انا سيدي زعما ضد العيد هذا العام. علاش؟ مادام كنا في الجفاف وكاين بزاف ديال العوامل اللي ما كتخليش الانسان انه يشري الاضحيه. لا علاش هذا العام الا ما عيطش الانسان اللي عنده يعيد اللي ما عندوش ما يعيد زعما ما كاينش مشكل. علاش الانسان تجي في هذه الوقيته هذه ديال مثلا ديال العواشر ديال العيد وكيخلق واحد المشاكل؟ راه الغلاء ولا راه حنا راه ضروري خص الغلاء خصنا نتعاملوا معاه. لا نوال شويه الصوت ما كنسمعوكش مزيان. الا ممكن غير تبدلي الا قدرتي البلاصه او تشوف شي بلاصه مزيانه اللي نسمعوك فيها باش صوتك يكون واضح اكثر ونسمعوك مزيان. تفضلي لاله نوال. وي سيدي دابا تفضلي لاله. كتسمعني دابا مزيان؟ دابا كنسمعك مزيان. تفضلي. قلت لك انايا زعما الانسان خاصو يكون يتعامل مع هذا العيد هذا اللي عنده يعيد اللي ما عندوش ما يعيد. هي راه كلشي عارف ان كاين الغلاء وحنا كنتمنوا من الحكومه انها تحاول دير شي حاجه تحس بالدرويش. ولكن انا ضد العيد ودايره انني ما غنعيدش. حتى غنعيد نقدر نمشي عند الوالد ديالي. دونك الانسان خاصو يتعامل بحال هكا وهذا هو الشيء اللي كاين. واخا ودابا الا افترضنا انه العيد كاين لانه اليوم الحكومه تقول كاين ديال الدعم كاين توفير ديال الاضاحي. الا افترضنا انه بغينا نوضعوا واحد الميزانيه عقلانيه نقولوا ديال الاضحيه في تقديرك شحال خاصها تكون دابا في ظل المعيشه الحاليه؟ انا نقول لك العيد خاصو يكون ما يفوتش 4000 درهم ماكسيموم. كنوليو ب 5000 و6000 و7000 و8000 تولي شويه. كنعقلوا على والدينا الا كان بالك الاضحيه كياخذوا ب 4000 درهم بحال ما عرفت ناخذها. مي دابا في هذا الوقت الحالي باش تاخذ صغير ب 5000 6000 راه حرام. حتى سيدي ربي ما يبغيش. حرام تاخذ حولي صغير ب 5000 6000 راه حرام. نفضل ان الا عندي وليدات نمشي ناخذ مثلا الكريمه ناخذ الكبده ناخذ كذا ونخلق الجو ديال العيد. ماشي بالضروره ان ولكن دابا الوليدات كيبغيو كيشوفوا هذاك الوليدات كيبغيو يشوفوا هذاك الحولي هذاك الكبش هو اذا كانت واحد التواصل ما بينك وبين الابناء ديالك غتشرح لهم بان العيد هذا العام زايد في الغلاء كذا الوليدات غتتفهم. اذا انت لاله نوال هذا العام غتشوفوا الحولي ولا لا؟ لا انا هذا العام لا. قرار نهائي. قرار نهائي لا رجعت فيه وبامكاني نشري ولكن ما غنشريه. دونك واخا عندك الامكانيه والقدره تشري ما غتشريهش؟ بيان سور بامكاني نشريه ولكن ما غنشريه. وعلاش؟ ما تشوفش انه غالي؟ لا ماشي على انه غالي لانه حرام. شنو اللي حرام؟ انك تشري حولي بهذا الثمن؟ بهذا الثمن وصغير. كون كان غير مثلا الثمن ديالو نقولوا ماشي مشكل. معليش ما كاينش صغير. دابا الصغير اللي داير ب 5000 حرام تاخذ صغير ب 5000. والاسره ديالك متفقين معك في هذا الشيء؟ بيان سور ما كاينش مشكل. لا الزوج ديالي ولا الابن ديالي ما عندناش مشكل. تري بيان. شكرا لك. تبارك الله عليك. علاش انا نقول لك علاش واحد الى انا واخا عندي ما ناخذ والاخر وانت والاخر صافي يعني المسؤوليه غادي تكثر. دابا حنايا الطلب كثير والعرض قليل. كنضطروا اننا ندخلوا من برا. يعني هذا الا حدثنا العيد مثلا انا عندي وما نشريش الاخر غتبقى راه المسؤوليه غادي تبقى غتكثر. فهمتي بغيت نقول لك دابا حنايا كما قلت لك الطلب كثير والعرض قليل. فبوغ علاش الثمن طالع هذا باش الانسان يحاول انه يراجع نفسه. فهمتي بغيت نقول لك. شكرا تبارك الله عليك. شكرا لك لاله نوال. تحياتي لك. شكرا. واش نتوما بحال نوال واخا عندها القدره كتقول لك انه ماشي متناسب ماشي معقول
وهي استخدمت العباره انه حرام انك تشري حولي صغير ب 5000 درهم لانه الاسعار مرتفعه وغاليه غاليه بزاف. على اي حال اللحوم الحمراء كلها الاسعار ديالها غاليه. قبل ما نكمل مع اتصالاتكم خلينا نمشيو نسمعوا الراي ديال عبد العالي رامو باش نسمعوا ايضا المهنيين شنو كيقولوا في قطاع المواشي واللحوم الحمراء وشنو التبرير ديال غلاء الاسعار اللي كاين اليوم في السوق وفي القطاع بشكل عام، سواء ديال الاكباش ولا ديال اللحوم الحمراء، لانه حتى اليوم قبل من العيد اللحوم الحمراء وصل الثمن ديالها ل 120 130 140 درهم، في حين كان ب 70 80 درهم للكيلوغرام. رئيس الجمعيه الوطنيه لبائعي اللحوم الحمراء عبد العالي رامو متحدثا لشدة فمه. الارتفاع ديال الاسعار راه كان من شحال هذه باين ماشي هذا العام وهذا، حيت الا جيتي تشوف في داك الشيء تدريجي غتلقى كل عام كتزاد ولكن فين كاين الخلل في الناس المسؤولين على القطاع. لان اول حاجه هذه شحال من عام والخروفه كتذبح اللي خاصها تكون هي الخلف كتذبح، لا بالنسبه للاغنام لا بالنسبه للابقار. اما ثانيا انا اللي دارني في نفسي وهو هذا العام اللي داز، وانت الدوله ملي باغي تعطي دعم ديال 500 درهم واعطيها النهار الاول، عطيها لذاك الكساب، ما تعطيهاش لواحد بيا وشري، لان هاد الناس اللي جاو راه بعادين على الميدان كيقلبوا تا وما عندهم الناس ديالهم كيقلبوا عليهم فين كاين ما يتكال. ثانيا وكاين الخلل الثالث وهو هذه القضيه ديال الاستيراد. واش الاستيراد واش دارته الدوله؟ ما دارتوش الدوله. لو كان الاستيراد دارته الدوله ما وصلوش هذه المرحله. عجبت شي ناس اللي باغيين يصوروا فلوس كيمشي كيجيب شحال غادي يجيب، لان ملي غادي كيمشيو هما دوك واحد القوم تجمع ودار ولاو كيجيبوا هاد الاغنام شحال كيلكم وشحال كيز ويكون معصور كيز 600 النهار كامل يلاه كيدخلوا 810 كاميوات. واش غادي نسدوا باب الخصاص؟ عبد العالي رامو رئيس الجمعيه المغربيه لبائعي اللحوم الحمراء متحدثا لشدة FM. الغلاء اذا هو تراكمي من سنه لسنه، يعني كل عام فاش كتزاد هذاك شويه راه ما كيجيش العام بعدو كيرجعوا الاسعار ينخفضوا ونرجعوا للثمن اللي كان. يعني الحولي اليوم اللي كاين ب 2000 درهم هذه واحد 10 سنين ولا 15 عام، اليوم راه ب 5000 درهم 6000 درهم ومحالش، لانه الثمن غادي بواحد الشكل قياسي ما كتزادش 200 درهم او 100 درهم من سنه لسنه، كتزاد 2000 درهم 2500 3000 درهم من سنه لسنه. فبالتالي الارقام هي فلكيه قياسيه وغير مبرره. كاين اللي كيشوف انه العيد ممكن ما يشريش نهائيا هذه السنه هذه لانه الاسعار مرتفعه بشكل كبير. انتم شنو رايكم؟ كيفاش تتعاملوا مع العيد مع الاضحيه مع الميزانيه ديالها؟ رقمنا هو 05 22 36 05 36. بكم معنا فيما كنتوا على شدة FM. حنا مازالين معكم حتى 9 ديال الصباح. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. معكم في نقاش مفتوح بجرأه وبحريه بموضوعيه ومسؤوليه. هذا الصباح كنتكلموا معكم على عيد الاضحى. شنو رايكم في العيد هذا العام هذا في ظل ارتفاع وغلاء الاسعار، وكيفاش غتعاملوا مع العيد ومع الاضحيه سواء من حيث الميزانيه تعيدوا ولا لا؟ سمعنا بزاف اليوم ديال الاراء كيقولوا لنا انهم ما غيعيدوش هذا العام، يا اما ما عندهمش فلوس واما لانهم كيشوفوا الاسعار مرتفعه بواحد الشكل قياسي بالنسبه لهم وغير مبرر. انتم شنو رايكم؟ رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. شنو هي الميزانيه ديال الاضحيه بالنسبه لكم اللي معقوله؟ شنو رايكم في الاسعار اللي كاينه والاثمنه اللي كنسمعوها هذا الموسم هذا؟ وشنو تعليقكم على الارتفاع والغلاء ديال الاضحيه؟ رقمكم او رايكم كيهمنا على رقمنا 05 22 36 05 36. معنا من مدينه تماره سي يوسف. صباح الخير. صباح الخير سي كريم. اهلا، كيف الحال؟ جموع مبروك اخويا. علينا وعليك بصحه وسلامه. واخويا اش نقول لك، زعما هاد الناس هادو الله يهديهم علينا وصافي اخويا. هاد الناس هادو والله القسم زعما لا حول ولا قوه الا بالله. مالهم ياك لاباس؟ واخويا اش نقول لك، هاد الاثمنه اللي كاينه في الحولي مرتفعه بزاف. كاين اللي مسكين عنده طريطه ديال 1000 درهم 1500 درهم تياخذ 3000 درهم في الشهر، ما بالك شنو غياخذ الحولي هذا. شحال داير الحولي؟ 1000 درهم. دابا راه جديد ديال الماعز ديال 2000 درهم.
زعما لا حول ولا قوه الا بالله. زعما هاد الناس هادو زعما لا اله الا الله. زعما هاد الناس الحكومه هادي الله يهديها علينا وصافي. وشنو غدير انت دابا هاد العام السي يوسف؟ وانا سي كريم ما نكذبش عليك، انا خديت غير واحد جدي. ديجا خديتي؟ يا الله خديت واحد جدي 1500 درهم باقي كاع ما خلصت اخويا. وعلاش ما خديتيش الحولي؟ واه بزاف عليا سي كريم. شحال لقيتي بشحال الثمن؟ زعما داك اللي بغيتي حولي اللي عجبك وبغيتي تمنيتي تاخذو، بشحال لقيتي الثمن ديالو؟ وانا بغيتي سي كريم حولي مزيان خاصك 4000 درهم. 80,000 ريال. 4000 درهم باش تاخذ حولي. في النواحي هنا في النواحي ديال الرباط ما بين تماره ورباط خاصك حولي ب 4000 درهم. وصعيبه 4000 درهم في حولي. بزاف سي كريم. وشحال انت تقاد واحد الاجر ديال 3000 درهم ولا 3500 غتخلص تقضي بها الحوائج ديالك هنا مصاريف الدار هذه وهذه المرض. الخدمه ديال الشهر كامل على قبل الحولي. الا بغيتي تسرق سي كريم وصافي هذا هو اللي كاين. مشيتي تسرق باش ماشي غتسرق مباشره ولكن غتسرق داكشي متطور. واخا. وشنو رايك في الناس اللي يقول لك لا ما نعيدوش كاع ما نشريوش الحولي؟ ماشي ما نعيدوش، نعيدو ولكن ما نشريوش الحولي. هي كاين بعض الناس اللي يقدر يبيعوا حوايج ديالهم باش انهم يعيدوا. راه كاين اللي ما غيعيش حقا. كاين انا تنعرف ناس، نعرف عائلات قسما بالله، نعرف حالات لانهم ما عندهمش قسما بالله اللي الناس ما عندوش ساكن والو. لا دابا كنسمعوا الناس اللي عندهم ولكن كيقول لك ماشي معقول نحط نص مليون في حولي. 4000 5000 درهم بزاف واخا يكون عنده. لا دوك اللي عندهم خصهم صراحه يعيدوا. اللي عنده اللي باستطاعته عنده الفلوس خصو يعيد صراحه. علاش هو ما قطع ما يعيش كذاك ديروش اللي ما عندوش الله شايف فيه. ولا ما عيش ربي راه شايف فيه عاوتاني. فهمتينا سي كريم. والله زعما الشيء هذا راه زعما الناس كاين ناس اللي مضرورين زعما شي حالات زعما بحال الشيء بعينك انت الشيء راك عارفه وانت راك تبارك الله ما شاء الله الشيء راه معروف عندنا في البلاد. وراه كاين ناس اللي والو لا كاين اللي خدام 1500 درهم. هذوك الناس اللي كتاخذوا في الجرده في الفلاحه راه تيخدم بواحد 70 درهم في النهار 80 درهم. كاين اللي خدام مسكينه فهم الميناج خدام راجل ميت كمثل فهم خدام ب 36 فريال في الشهر. واش غتاخذ حوالي 4000 درهم سي كريم؟ يعني كتشوف الاسعار والاثمنه ديال الاضاحي غير متناسبه مع القدره الشرائيه. بصح هاد الفلاح الله يهديهم علينا حتى هما تيقول لك حق العلف مزيد كذا من هذه الدوله تعطي الدعم من هذوك الناس ديال الكبار الشركات الكبار اللي تيديروا العلف يدعموهم هما باش ينقص الفلاح. اما الفلاحه دابا الحمد لله كاين الربيع تيقول لك انا تنعلف. الربيع باقي دابا تقريبا شهر ونص تيدير فيه. راه ماشي كلهم هاد الناس علفوا. راه كاين اللي ما علفش قسما بالله. كاين اللي سرحال بهما غير في الزنقه وتيقول لك انا علفت. زعما الله يهدي الناس. اللهم امين. شكرا سي يوسف. الله يحفظك خويا. تحياتي لك. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. عيد الاضحى على الابواب، اقل من الشهر اللي باقيه تقريبا. واليوم الاسواق المغربيه والاسعار اللي كاينه او حتى اللي جايه كتظهر انها مرتفعه بزاف. والثمن ديال الاضحيه او ديال الاكباش طالع في ثمن على الاقل واحد 2000 درهم تقريبا مقارنه مع السنه الماضيه واللي قبل منها. نتوما كيفاش كتعاملوا مع هذا الشيء؟ واش الثمن ولا الميزانيه بالنسبه لكم عائق ولا لا؟ حتى كاين اللي يقول لك في نهايه المطاف غادي يشري الكبش ولا الحولي في شنو ما كان، وكيقول لك اليوم كاين اللي كيستغني وكاين اللي كيقلب على شي حل وسط. شنو هي الميزانيه اللي معقوله؟ شنو هي الطرق المثاليه من اجل التعامل مع اضحيه العيد؟ كيبقى طبعا نقاش مفتوح كبير حول هذا الموضوع هذا، وسط ايضا مطالب وسط الشارع المغربي بانه ممكن ما يكونش العيد هذه السنه هذه، لانه فاش كنتكلموا على حوالي بنص مليون ب 5000 درهم فهو رقم كبير. لما كنعرفوا ايضا انه 80% من المغاربه الاجر ديالهم 6000 درهم او اقل من 6000 درهم. يعني الغالبيه العظمى ديال المغاربه اللي خدامين يلاه بامكانه يشري ولا الاجر ديالو ديال الخدمه ديال الشهر كامل يلاه يقدر يشري ليه الحولي غير بوحدو بلا ما ندويو على المصاريف المتعلقه والمرتبطه بها. فشنو رايكم نتوما؟ رقمنا هو 05 22 36 05 36. ناخذ اخر اتصال ربما معكم هذا الصباح. معنا من مدينه رحامنا سي رشيد. نعم نجيب سي نجيب. صباح الخير. صباح الخير اخويا. عذبتيني في سميتك السي نجيب، درت على 4 الاسماء باش لقيت سميتك.
وفي الاخر قول لي ما غتعيطش. يلا. نعم. وفي الاخر تقول لي ما غتعيطش. نعيد ان شاء الله. تعيد ان شاء الله. الله يقدرك. الله يقدرك. سي نجيب كي داير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس الحمد ربي. الجمعه مباركه علينا وعليك اخويا. خويا كريم. نعم. هادشي راه وصلوا الجفاف، ماشي وصلوا الغلا. لا سميتو. والجفاف هو اللي عطى الغلا. اي الجفاف هو اللي عطى كل شيء. لا الغلا دابا الغلا ما بقاتش. دابا كاين دابا اللي كان عنده 100 ولا كاسبها 40 ولا سميتو، كان عنده 40 ولا كاسبها شي شويه 20 ولا شناهي، راه ما بقاش عنده القدره باش يوكلهم. وانت شنو غدير انا نجيب هذا العام؟ نعم. انت شنو غدير هذا العام؟ انا كساب. انا انت كساب. انت اللي خارج من عندك الحولي. وما دوك الحوالة عندكم قول لي مالهم. خويا كريم حصلناك دابا السي نجيب. انت اللي غتقول لنا شنو كاين دابا. ها هو العلف غالي، ولكن واش بصح العلف غالي لدرجه ان الحولي تزاد فيه 2000 و 3000 درهم مقارنه مع العام اللي فات؟ دابا مشي الواحد هاد السنه كتشريه دابا هو عندي قليل. دابا كتشريه ب50 ولا 60 هي صغير. دابا انت كساب النهار الاول الخروف كتشريه ب 50 60. اي 50 ولا 60 الى وقتها. يا كانوا غير ب 1500 ب 2000. ما كانش الخروف كيفوت 40000 ريال. ايوا راه كان دابا كيكون 40 هبات هذاك. وملي كنجي نشوف انا الحساب والشناق دابا خليتيه عند واحد واحد تفوت عليه كتلقاه غلا وراه غلا. واخا دابا الخرفان ديالك هذا العام الكسيبه بشحال شريتيهم؟ كاينه 50 كاينه 45. يعني شريتيهم نقولوا المعدل ديال 50000 ريال 2500 درهم. باقي ما وكلتيه ما شربتيه ما داويتيه. ولكن راه ماش غادي ياكل. ولكن شحال العام غياكل لك واحد 1000 درهم 20000 ريال ما بين الماكله ديالو والدواء ديالو. ما تقدي ليه والو اخويا كريم. شحال كاع غياكل لك 1500 30000 ريال. وراه ياكل داك 2000 درهم يعني شنو يعني دابا هذا الحولي غيولي انت طالع لك بواحد الا خديتيه ب 2500 وخسرتي عليه 2000 درهم راه ولا ب 4500 راه ب 90000 ريال. بشحال تبيعو؟ هادشي اللي كاين يلاه يجي واقف ولا ما يجيش واقف. ودابا هذا اللي شريتي ب 2500 وخسرتي عليه 2000 درهم يعني يطلع لك بواحد 4500 ولا ب 5000 درهم. بشحال خاصك تبيعو؟ وشحال غتخاصك تبيع مع السوق؟ الا لقيتي انت دابا لقيتي السوق باش ما لقيتي السوق غتبيع. فوت لك على شويه اللي خلى لك بركه. يعني شحال خصو يخلي لك الحولي دابا نتايا ككساب؟ ولا خلي لك 10000 راه مشكله. صافي غير 10000 ريال في الحولي زعما بركه. وهي هو اش غادي ولكن كتزيدوا 2000 3000 درهم 1500. انا دابا الشناق اللي يدير الشناق هو اللي كيشنق علينا. لا هو كيشنق علينا. دابا كاين واحد دابا بلادي كاين واحد اللي انا بنفسي شاد خروف شاد حولي. شادو عاطيني فيه 40 هذيك الساعه. واه شحال هذا؟ جا واحد باغي يدير عقيقه ولا سميتو انا سميتو. ايوا وعطاني ما كملش ليا هو ديك 40 وبقى تيمشي كيفوت حتى شراه الشناق وزادو هو 6000 ريال. مزايدات. شكرا لك. شكرا سي يوسف. شكرا لك وتبارك الله عليك ونهارك مبروك. اللي ديتو اخر الكلام بلا ما يكون اللي ديتو اخر الكلام لانه سي يوسف عطانا الخلاصه. هي الشناقه ولا الشناقه بقاو شانقين علينا في جميع القطاعات الاقتصاديه. الاثمنه غتبقى غدا طالعه والاسعار غدا وكترتفع وما غتنفعنا لا حكومه ولا غير حكومه. ختاما هذا كريم حضري يحييكم اطيب المنى والى الملتقى.